بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. بحبكم في الله طبعا. هنعمل حاجة حلوة وسريعة وسهلة ومش هتاخد منك وقت ومش مكلفة. حاجات بسيطة، امكانيات بسيطة. هتعملي حاجة حلوة قوي في بيتك، لأولادك، لجوزك، لبيتك، لأي حد هيجيلك. حاجة حلوة قوي، طعمها لذيذ. حاجة لذيذة جدا في منتهى الجمال والروعة زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده عاملين فطير زي اللي بيتباع عند احمد امين بتاع المنصورة، كلنا عارفينه. احمد امين بتاع المنصورة الشهير. حلوياته حاجة سهلة ولذيذة جدا، طعمها حلو قوي، غنية. هنبدأ في الوصفة بتاعتنا. هنسمي ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا كوباية حليب سخنة قوي، ومعايا 3 رقاقات من الرقاق اللي انا كنت عاملاه. اسيبهم ارميهم؟ لا طبعا ما ينفعش. تعالى اقول لكم هنعمل بيهم حاجة حلوة جدا هتحبوها وطعمها لذيذ جدا. احنا ما بنرميش حاجة. حرام ان احنا نرمي النعمة. نلم النعمة، النعمة هتلمنا ان شاء الله. ربنا يبارك لنا يا رب في عيشتنا كلها. هنعمل حاجة لذيذة قوي بالرقاق بتاعنا ده. الرقاق اللي انا كنت عاملاه في العيد فايت 3 ارميهم مرمهمش. هعمل بهم حاجة حلوة قوي. افكار بسيطة كده بس سهلة. بليت الرقاق بتاعي بلبن سخن قوي وسبته يطرى. نزلت على قلبه بمعلقة سكر، سكر عادية. وعندي صوص شوكولاتة انا كنت عاملاه. نزلت عليه كده بخطوط كده شكلها حلو. وقمت رايحه عامله مطبقاها وعاملاها بسمنه علشان ما تبقاش عجينه. ونزلت على تاني واحده بالشكل اللي انتوا شايفينه سكر برضو. وانا ما انصحكوش ان انتوا تحطوا الشوكولاته على السكر وتسيبوها، عشان لما تيجي تستوى الشوكولاته هتسيح وهتغمق لك البتاع. بس هي كان طعمها بصراحه كان جميل قوي، تحفه. فانا بقول رايي، انا عملتها وكتجربة اول مرة اعملها، فالشوكولاتة ساحت وغمقت لي البتاع، بس كان طعمها حلو كده زي المكرمل. طعمها جميل جدا. فاللي حابب ان هو يعمل كده يعمل، واللي حابب ان هو يعملها بسكر بس، وبعد كده بقى لما يسويها بالسمنة يحط عليها صوص الشوكولاتة، تبقى حلوة برضو. معايا كوبايتين من الحليب زي ما انتوا شايفين كده. هنزل عليهم ب3 معالق من النشا ومعلقة سكر مش كبيرة قوي، عشان انا مش عايزة الكريمة بتاعتي تكون مسكرة، تكون سكرها معقول. وافضل اقلب فيها على البارد حلو، واقوم رايحه مولعه النار بتاعتي واسوي فيها. هتبدا تتقل زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. اهم حاجه ان انا اسيبها تغلي من دقيقه ل2 علشان النشا بتاعتنا تستوى، وميبقاش طعم النشا ظاهر فيها ويبقى مش حلو. هنزل بمكعب زبده لما تتقل، بمكعب زبده حوالي 50 جرام. وافضل اقلب فيها لغايه اما الزبده تدوب وتديني طعم حلو قوي في الكريمة، وتديلها غناوة كده وطعم لذيذ. معايا صينية هدهنها سمنة، مسحة سمنة خفيفة كده زي ما انتوا شايفين. ومعايا لفة جلاش، لفة واحدة بس ونص كيلو زي ما انتوا شايفين كده. هتقطع لها حوالي 10 جنيه. هنعمل بيها احلى وصفة وطعمها لذيذ جدا زي ما انتوا شايفين كده. هفردها وكل ورقتين مع بعض، وكل ورقتين مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. هشيل الورقة الاولى وهديلها مسحة سمنة خفيفة زي ما انتوا شايفين، واقوم راح حاطه الطبقه التانية عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. واحاول ان انا اظبطها وانزل بالكريمه بتاعتي. الكريمه بتاعتي ما كانتش بردت قوي. انا عايزاكم لما تيجوا تعملوها تسيبوها تبرد، علشان ما تسيحش الجلاش معاكم ويتقطع معاكم. هلف بقى حوالين الكريمه بتاعتي بمسحه سمنه خفيفه، وهطبقها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، طبقه على الكريمه والطبقه التانية مدهونه مسحه سمنه علشان ما تعجنش معايا، تبقى مورقه. وهقلبها على الناحية الرقيقة بتاعة الكريمة، واقوم رايحة تانياها عليها طبقتين، لان الطبقة الناحية التانية بتبقى سميكة شوية وهتستحمل وانا بسوي الفطيرة بتاعتي. بيقولوا عليه فطير احمد امين، بس ده بطريقة جميلة جدا وفي البيت. الواحدة بتشتريها من عند احمد امين معدية ال15 جنيه. ال15 جنيه دول لو جينا نحسبهم في الوصفة اللي انا عملتها ديت، في كل فطيرة انت بتشتريها ب15 جنيه من عند احمد امين بتاع المنصورة الشهير بتاعنا،
هتعدي مبلغ، لكن انتي الوصفة بتاعتي ما كلفتنيش 20 جنيه بصراحة. لو جينا نحسبها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، لف الجلاش مش هتكمل 15 جنيه، والحليب من عندي والسمنة اوريدي من عندي برضو. كل المكونات موجودة في البيت، هي لفة الجلاش بس. وعملنا كذا واحدة، شوفي بتيجي بكام. شوفي انا عملت كام واحدة، عملت 6، والستة لو حسبنا الواحدة ب15 هيبقى 90 جنيه. شوفي من لف الجلاش واحدة عملنا 6 وحدات، غير باقي ورقة اهوت المتقطع. انا بحاول ان انا اعمله في صينية من بتاعة البيتزا، اصغر صينية بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هرتبها حلو وهعمل ورقات كده واحط السمنة، وهنزل بالحشوة بتاعتي بقية الكريمة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهنزل بصوص الشوكولاتة. صوص الشوكولاتة بتاعنا بسيط كده. في الفطير اللي احنا بنشتريه ما بيبقاش فيه صوص الشوكولاتة، احنا مدلعينها ومخليينها حلوة. المفروض ان احنا نسميها المدلعة، الفطير المدلع. حاجة حلوة وجميلة جدا، هتعجبكم ان شاء الله، هتنور رضاكم زي ما انتوا شايفين كده. عملنا 6، لو حسبناها ان الواحدة ب15 جنيه هيعمل 90. وعملنا واحدة صغيرة هي هنقول 2 ب30 جنيه، يبقى 120 جنيه. 120 جنيه لو بتشتريهم ب120 جنيه من برا، انتي عملتيهم بلف الجلاش ب10 او ب15 جنيه. شوفي ما شاء الله عملت كمية كبيرة قوي ترضي وتشبع وتكفي عيلة. وما شاء الله طعمها لذيذ جدا، والكريمة كده مش مسكرة مع الحشوة بتاعتي ومع السمنة. شايفين ما شاء الله قلبتها، شايفين متحمرة وشكلها تحفة ازاي، بألف هنا. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم، ما تنسوش تعملوا له لايك عشان الفيديو بتاعنا يوصل لكل الناس. لو عايزة اسويها في الفرن بتستوى عادي، بس انا حبيت ان انا اوريها لكم على البوتاجاز عادي بتستوى. اهم حاجة ان انتي ما تغيبيش عليها وما تعليش عليها النار، علشان الجلاش ما بياخدش وقت، عشان ما يتلسعش منك. زي ما انتوا شايفين كده التحمير دوت حلو. هفضل اقلب فيها لغاية ما تاخد لون واحد موحد، ويكون شكله حلو زي ما انتوا شايفين كده. خلصت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده. معايا سيرم حطيته في كيس حلواني، وهنزل كده اسقي الفطاير بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وسكر بودرة على الوش زي بتاع احمد امين، ويمكن احلى واحسن، وطعمه تحفة بجد. الكريمة مش مسكرة مع السيرم بتاعنا مع السكر البودرة، طعمها فوق من الروعة. وحطينا صوص الشوكولاتة كده يديلها شكل ولون، ويديلها طعم لذيذ برضو للعشاق الشوكولاتة واللي بيحبوا الشوكولاتة. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير عشان يوصل لكل الناس. شايفين ما شاء الله بفتح واحدة، شايفين ما شاء الله الكريمة سايحة كده، طعمها لذيذ جدا. يا رب الوصفة بتاعتنا تعجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك عشان يوصل لكل الناس. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.